فيزا إلى العراق 160 دولار. بحرينيون مستاءون من هذه الأسعار الجديدة يناشدون الحكومة العراقية لإعادة النظر بما جرى، حيث تواردت أنباء من عدد من الزوار بأن وزارة السياحة في العراق رفعت سعر سمة الدخول الفيزا في جميع المنافذ الجوية والبرية إلى 160 دولار، أي ما يعادل 60 دينار بحريني. جاء هذا القرار بعد إعلان السياحة العراقية إلزامية التأمين الصحي على جميع السياح والزوار. جاء ذلك أيضا من مبدأ التعامل بالمثل. فيزا إلى العراق 160 دولار، يعني 60 دينار بحريني إذا تروح عن طريق الحدود، حدود البر، حدود صفوان. أنا أروح لندن 13 دولار، يعني 5 دينار بحريني. شو السالفة؟ مطار النجف انه رجعت 77، وطبعا اذا بتسحب بطاقه بتصير توصل حتى 85 دولار اذا بالبطاقه بتدفع. اما عن صفوان في ناس دشت الصبح على 160 دولار، فللحين صفوان ما تغير الامر، يعني ننتظر ان شاء الله يتغير الامر. اخواننا اهل العراق انتوا اهل كرم واهل ضيافه، هذا اللي قاعد يصير غير معقول. 160 دولار سعر الفيزا. من امام جوازات صفوان، قبل الفيزا كانت 80 دولار، اليوم الساعة 6 أو 7 المغرب صارت الفيزا 180 دولار، يعني الدبل.